ازاي تبسط نفسك في بيلا باقل مجهود؟ يلا بينا. بيلا مركز ومدينة تبع محافظة كفر الشيخ، وتعتبر أقدم مدينة في المحافظة، وبيعود أصلها للعصر الفرعوني، وبلد الشيخ أبو العينين شعيشة أو حسام غالي، ومشهورة جدا بالفسيخ. فأنا النهاردة هدخل في جولة ليوم جميل في مدينة بيلا. أول ما وصلنا بيلا لقينا 20 جنيه على الأرض، فدي بداية مبشرة بالخير. أول حاجة عملناها رحنا فطرنا عند أبو علي اللي موجود في شارع الثورة، من أشهر وأقدم الناس اللي بتعمل فطار في بيلا. طلبوا الفول عنده ب 20 جنيه وبينزل معاه بطاطس وفلافل وسلطة، وزودنا احنا جبنة حادقة وبتنجان. منور بيلا يا معاذ. ورا بأهلها. وعشان احنا كنا في ضيافة مصطفى ما خليناش نحاسب على اي حاجة، والصراحة الفول بتاعه كان عالمي، والفطار كله كان جميل واتبسطنا قوي. وبعد الفطار رحنا عند عصاير المهدي اللي موجودة عند مزلقان البوسطة عشان نرتب بقى العصير قصب من هناك، والقصب بتاعهم كان جامد الصراحة. بعد كده اتمشينا في شارع الجمهورية ورحنا عند اقدم واحد بيبيع جرايد في بيلا، عم فتحي. بتفتح امتى؟ بس الفجر باجي هنا على طول. بقالك 60 سنة. 60 سنه في الشارع هنا. ربنا يديك الصحة يا انا رب. عندي 82 سنه، ربنا يديك الصحه والله. بعد كده رحنا صلينا الظهر في مسجد المرسي، واحد من اشهر المساجد في بيلا. بعد كده ركبنا توك توك ب5 جنيه عشان نروح نزور واحد من اقدم المساجد في بيلا وكفر الشيخ، وهو مسجد ابو غنام. المسجد أسس سنة 700 هجرية، وعمره يتخطى ال 743 سنة، وحاليا يعني بيعيد ترميمه، وهو تابع لوزارة السياحة والآثار، وإن شاء الله قريب يتفتح ويرجع تاني الناس تصلي فيه بإذن الله. بعد كده رحنا نشوف سرايا العطافي، ودي سرايا عمرها 107 سنة، واللي زارها الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954. وانشأت سنة 1917، يعني من حوالي 107 سنة. السرايا شاهدة على حقبة زمنية معينة في تاريخ مصر. السرايا زارها الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة عام 1954، وتناولوا فيها وجبة الغداء. كمان زارها بعض لعيبة النادي الأهلي، وكانت بيتردد عليها دايما المشير عبد الحكيم عامر، اللي هو كان وزير الدفاع المصري. يعني هي تعتبر من اشهر المعالم الاثريه في محافظه كفر الشيخ. بعد كده رحنا عند فسخاني سعد الموافي، من اشهر واقدم الفسخانيه في بيلا، فاتح من 1914. انتوا متخيلين الفسيخ بتاعه هيكون عامل ازاي؟ وما ينفعش نكون في بيلا بلد الفسيخ وما نشتريش فسيخ، فكان لازم ندوق الاول قبل ما نشتري عشان هناخده معانا واحنا مروحين. فخلينا يخلينا واحده كده قدامنا، والصراحه لون الفسيخه من جوه كان يفتح النفس، والناس اللي بتحب الفسيخ عارفه حلاوه المنظر ده. ده الماظ في زمن قال فيه الالماظ. والصراحة الفسيخ عندهم رهيب يا جماعة، ومعاذ كيف الفسيخ قام بالواجب واشترينا 5 كيلو واحنا مروحين. وبعد الفسيخ كان لازم نتمشى واخدكم في جولة في مدينة بيلا. بعد كده رحنا مطعم العمدة، أشهر مطعم في بيلا، بيعمل كريبات وبيتزا وشاورما ومشويات. المنيو بتاعهم كبير ومتنوع جدا وفيه كل حاجة. جبنا بقى وجبة شاورما فراخ، وبيتزا ميكس لحوم، وكريب ميكس فراخ، وبطاطس بقى وكول سلو وشوية حركات. والكريب عنده بيبقى بأحجام مختلفة، وده يعتبر أكبر حاجة هناك. الحشو بتاعه بيبقى مش طبيعي. وكان معاه في الطلعة دي صديق الأكيل معاذ، وصديق اللي عازمنا مصطفى. والصراحة الأكل كله كان جميل واتبسطنا جدا. وحابب أشكر مستر محمود عماد مدير المكان، حلف ما نمشي غير لما نحلي بفطرة العمدة. ودي فطيرة نص نوتيلا بالموز ونص مكسرات بالعسل، وبجد كانت حلوة قوي. وآخر حاجة قلنا نختم يومنا عند الصباح لمنتجات الألبان. هو براند جديد لسه فاتح في بيلا، وما شاء الله عليه سمع قوي. عنده كل حاجه ممكن تتخيلوها، من اول الزبادي لحد القشطوطه والايس كريم، وكل حاجه فريش اليوم بيومه. جربنا بقى من عنده الرز بلبن بالمانجا، وعايز اقول لكم ان الرز بلبن بتاعه جامد قوي. اتقل واحد فيكم بياكل. انا اتقل واحد بياكل. انت كام كيلو؟ اسمه تحس. دي ام علي مكسرات قشطه عسل. عسل نخل طبيعي. مكسرات قشطه عسل. ايه؟ دي الاكل بس. وجربنا كمان ام علي مكسرات قشطه عسل، حاجه كده بوم جامده قوي. كمان واحده فاخر من الاخر. وبجد الناس دي زي الفل. وحابب اشكر مصطفى من جريدة الوطن اللي استضافنا يوم كامل في بلده بيلا، وعمل معانا الواجب وزيادة.